اول ما لمحته غيم اليوم بالسما قلت اكيد الغدا بده يكون شتوي بحت، وما شاء الله الله يبعث الخير حتى مطر عنا. فرح اعمل معاكم اليوم سبانخ بزيت الزيتون. صلوا على الرسول، خلونا نبلش. اول شي رح نسمي بالله. هون عندي السبانخ، طبعا غسلته ونظفته على التمام لانه كلياتنا نعرف انه الحشائش مليانه تراب. وهون رح ابلش افرمه. العواد الخضري رح افرمها فرم ناعم شوي، اما الاوراق رح افرمها فرم خشن. بعد ما خلصت كل الكميه رح اضيف له معلقه من الملح وابلش ادعكه بايدي لينزل كل السوائل. بعدين رح اعصره ونتركه على جنب. وهون بدي افرم شي 4 بصلات يكونون جوانح، ورح افرم معاهم شي سنين من الثوم بمقلاية على النار. ضفته كمية وفيرة من زيت الزيتون، نزلته عليه البصل ورح ابلش اقليه لياخذ معانا اللون الذهبي الحلو. شايفين ما شاء الله. رح اضيف الثوم ورح اقليه مع البصلة شوي بس ليتقلى معانا. بعدين رح اضيف عليهم معلقة مليانة من دبس الفليفلة، شوي فلفل اسود وكزبرة يابسة، واقليهم مع البصلة لتطلع الروايح الطيبة. رح انزل عليهم بالسبانخ واعمل لهم تحريكة خفيفة. رح اتركه على نار وسط لحتى يستوي معانا. اخر شي قبل ما اطفي النار رح اضبط عيار الملح، طبعا اضيفه بالاخير مشان ما ينزل مي. بسم الله ما شاء الله صارت اكلتنا جاهزة. طبعا اكتشفتوا اني صايرة اشبه الامهات، عملتوا جنبها شوربة عدس لاني حيل متحمسة للشتوية. جربوها واكتبوا لي رأيكم. بالعافية يا رب.